السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد محمود، مؤسس قناة كود جيم سوفت وير ديفلوبر. يمكن انتم متعودين تشوفوا فيديوهات اللي انا بنزلها. لو انتم متابعين معايا، فيديوهات بتبقى صامتة، يعني ما بتكلمش فيها. لكن المرة دي الموضوع مختلف، لأن من النهاردة هتسمعوا صوتي لأول مرة، وأرجو إن انتوا تفهموا مني كويس. وده طبعا لأن احنا عايزين نخش في مرحلة تانية، وإن هي إن أنا أتواصل معاكم بصوتي. هنبدأ إن شاء الله سلسلة جديدة بعنوان ما قبل البرمجة أو بري بروجرامينج. السلسلة دي معمولة مخصوص للناس اللي مش متعودين يتعاملوا مع الكمبيوتر بشكل مباشر، وأغلب وقتهم بيقضوه على الموبايل، وحتى لو بيتعاملوا مع اللابتوب أو الكمبيوتر بيبقى من خلال إن هما ممكن مثلا يلعبوا عليه شوية أو يتفرجوا على أفلام. فهم عايزين يدخلوا مجال البرمجة، فعندهم في مصطلحات هم مش فاهمينها، أو لما يبدأوا يتعلموا برمجة هيلاقوا إن هم تايهين فيها. فمهمة السلسلة دي إن هم يفهموا إيه اللي ورا الكمبيوتر، وإيه اللي ورا الكود اللي هيكتبوه إن شاء الله، قبل ما يدخلوا في تفاصيل البرمجة بشكل عام. الفكرة ببساطة إننا مش هنشرح كل حاجة خطوة بخطوة، لكن هنديكم أهم المفاهيم والنصايح اللي تفتح لكم الطريق وتخليكم تعرفوا تدوروا وتتعلموا بنفسكم. خلال السلسلة دي هنتكلم عن إزاي الكمبيوتر بيفهم الأوامر، الفرق بين ال IDE والتيرمينال، مصطلحين مهمين جدا لازم تفهموهم. فكرة إن هم أدوات مهمة جدا لازم تفهموها برضه. إيه هي لغات البرمجة وليه في أنواع مختلفة، إزاي تبدأ تختار لغتك الأولى. طبعًا في حاجات مهمة جدًا زي مفهوم الalgorithm واللي هو أساس أغلب البرامج، يعني إيه data structure واللي هي تسمع عنها كتير، إيه هو الdebugging واللي هو مهارة مهمة مش مجرد خطوة مزعجة، وكمان مهارة أساسية أوي اللي هي مهارة الproblem solving، اللي من غيرها مش هاقول إن أنت مش هتقدر تكمل برمجة، بس هتواجه صعوبات كتيرة جدًا لو ما فهمتش يعني إيه problem solving وحاولت تتعلم المهارة دي بشكل كويس. خلي بالك، كل ده هنتكلم عنه بشكل مبسّط من غير تفاصيل معقّدة، عشان تقدر تفهم الأساسيات دي وتبدأ رحلتك. مهمتك الأساسية إن أنت تسيرش عن كل حاجة أنا باقولها، تحاول تتعلمها بالتفصيل، لإن كل حاجة أنا هاقولها هي ليها كورسات كبيرة بتبقى موجودة. وطبعًا بس أنت طبعًا مش هتبدأ الكورسات دي، أنت بس هتعرف معلومات بسيطة تدخّلك مجال البرمجة، عشان لمّا تسمع المفاهيم دي سواء أنت دخلت كلية أو عايز تبدأ مجال البرمجة مع نفسك، تكون مُدرك إيه اللي بيتقال، لإن مش دايمًا هتلاقي اللي قدّامك بيحاول يشرح لك بالتفصيل. ممكن تقع مع شخص مش بيشرح لك بتفصيل أوي، فيكون أنت عندك معرفة مسبقة بالمفاهيم المهمة اللي موجودة وهو بيشرح مثلًا أو وأنت بتتعلم. طبعًا عشان ما تقفش في وسط الطريق بسبب إن هم بيكسلوا يرجعوا يتعلموا الأساسيات اللي هم، يعني بيبقى مثلًا أنت بتتعلم لغة برمجة معينة، ففجأة تلاقي نفسك في حاجات مش فاهمها كتير، فتضطر إن أنت ترجع تتعلم حاجات، فالناس بتبقى بتحبط في الحتّة دي أو بتبتدي تكسّل. فلأ، إحنا هنوفّر عليك النقطة دي أوي وهنفهّمك من الأول. الهدف مش إننا نشرح كل حاجة، لكن إننا ندّيك البوصلة اللي توجّهك وتعرّفك تبدأ منين. إن شاء الله تكون رحلة موفّقة معانا. ولو أنت بتتابعنا من على اليوتيوب فتابعنا على صفحة الفيسبوك وLinkedIn، هتلاقي نصايح مهمة جدًا بنقدّمها. لو أنت مش بتتابعنا من على اليوتيوب وشُفت الفيديو ده، يا ريت تعمل لنا لايك وسبسكرايب. لو أنت بتتابعنا من اليوتيوب ومش موجود على الفيسبوك، تعالَ على الفيسبوك اعمل شير ولايك عشان تتابع أكتر معانا الحاجات اللي إحنا بننزّلها أول بأول. وطبعًا الناس اللي مهتمين بLinkedIn، تابعنا على LinkedIn. شكرًا ليكم جدًا. معاكم محمد محمود من قناة كود جيم.